وفجأة تنين أسود شرير يتسلل لأراضي البشر، لكن في أقل من 3 دقائق نظام دفاع الحدود كان كشفه بالفعل. صاروخين نوويين اتوجهوا عليه بدقة متناهية ما فيهاش أي مجال للخطأ. وقبل ما ياخدوا الإذن بالإطلاق، التنين رفع إيديه مستسلم وهو بيصرخ: يا جماعة اهدوا بس، أنا واحد منكم. وبعدها قال اسمه بالكامل ورقم هويته وعنوان بيته. القصة بدأت لما انتقلت لعالم تاني وتحولت لتنين أسود. في الأول كنت طاير من الفرحة، افتكرت إن دي فرصتي أخيراً عشان أكون أسطورة، لكن الحلم ده كله انهار في وقت قصير جداً. أنا ما ورثتش أي ذكريات من أسلاف التنانين، ومفيش أي موهبة خفية ظهرت جوايا. التغيير في طبيعة جسمي دمرني، ما كنتش بعرف أصطاد ولا فاهم أي حاجة عن قتال التنانين. حتى الطيران قعدت فترة طويلة عشان أفهمه صح. كل ده خلى نجاتي في العالم التاني بؤس حقيقي. أغلب وقتي كنت بضطر ألم البواقي زي الضباع أو النسور، أسرق من المفترسين التانيين اللي اصطادوا فريستهم خلاص، وحتى ده ما كانش بيكفيني. تنين وزنه 160 طن محتاج كمية لحمة رهيبة عشان بس يحس بالشبع. في الظروف دي فكرت أدور على باقي جنسي وانضم ليهم. كنت هقبل أكون مجرد تابع ليهم، لكن بسبب حاجز اللغة، سواء كانوا تنانين أو بشر، كل اللي قابلتهم كانوا بيهاجموني أول ما يشوفوني. محدش اداني فرصة حتى إن يشرح موقفي. فشل ورا فشل خلاني أفقد الأمل تماماً، لحد ما في يوم ظهرت قافلة تجارية على طريق جبلي متعرج. كانوا تجار من مملكة سمان على بعد مئات الكيلومترات. كانوا لسه مخلصين صفقة مع دولة غامضة وبيرجعوا بالبضاعة عشان يبيعوها. خطتي كانت إني أستناهم يقربوا وبعدين أهجم عليهم وآخد حصان أو 2 عشان أكلهم، لكن ما قدرتش أسيطر على هالة التنين اللي بتخرج مني. حسوا بوجودي من على بعد أكتر من كيلو. خلاص مفيش حل تاني، هجمت عليهم. انقضيت على حصان قدام عينيهم كلهم، وقبل ما أكله لمحت شنطة وقعت من عربية مقلوبة، كان مكتوب عليها بحروف كبيرة وواضحة: ملح معالج باليود. حبست أنفاسي وعيوني وسعت من الصدمة. ما كنتش مصدق اللي شايفه قدامي، وفجأة حسيت بدموع في عيني. يمكن التنين ما يعيطش بسهولة، بس دي كانت اللحظة اللي تستاهل. محدش يعرف أنا عانيت إزاي في ال6 شهور اللي فاتوا. أكلت تراب من كتر الجوع، قضيت ليالي من غير نوم من الحيرة، وكنت بكلم السما من وحدتي واشتياقي الوطني. كنت بصرخ من فوق قمم الجبال من العجز والحزن والغضب. كل ده خلاص بقى ورايا دلوقتي. بقى عندي هدف تاني. سألت: جبتوا الحاجات دي منين؟ الراجل رد وهو بيتلعثم بلغة بلد شيا: تاجلنا بيها من أرض شيا الغامضة. يا سلام! بلد شيا جت للعالم ده هي كمان. قلت له وديني هناك. وفي الطريق من خلال كلامنا عرفت إن اسمه هوك، تاجر محترف، وعمل صفقات مع بلد شيا كذا مرة قبل كده. حسب كلامه بلد شيا كانت أمة غامضة جدا. هو نفسه ظهر فجأة في العالم ده من حوالي 6 شهور. بين حدود بلد شيا والعالم الأصلي كان في حاجز، زي سور احتواء كده. جوه وبره الحاجز كانوا عالمين مختلفين تماماً. جوه في بلد شيا مفيش حاجة اسمها سحر. بدل السحر كان في حاجة اسمها العلم. قوانين البلد دي وجوها كانوا مختلفين تماماً عن العالم الأصلي. الكائنات الأصلية اللي كانت بتدخل بلد شيا كانت بتعاني من عدم توافق بيئي شديد. الحالات الخفيفة كانت بتمرض، والحالات الشديدة كانت بتموت. وبنفس المنطق، شعب بلد شيا نادراً ما كان بيطلع بره الحاجز. أجسامهم كانت بتفتقر للقدرة على التعامل مع عناصر السحر. من غير حماية قوية، التعرض للعناصر دي كان بيسبب لهم ضرر دائم. الحاجز فصل العالمين بشكل واضح، كل واحد ماشي بقوانينه ومحدش بيتدخل في التاني. قليلين بس اللي قدروا يدخلوا عمق بلد شيا. كل اللي كان معروف إن شعبها
لا يجب استفزازه، مش بس بسبب قوة بلد شيا الوطنية وأسلحتها التكنولوجية، لكن لأن بلد شيا كانت بتمتلك السلاح النهائي المعروف باسم السلام. لما سمعت كل ده قلبي دق بسرعة. هل بلدي كلها انتقلت لهنا؟ يا ترى أهلي موجودين هنا كمان؟ التفكير في ده خلاني أرفرف بجناحاتي أسرع. بعد ما طرت كام ساعة شفت أخيراً سور حاجز عظيم طالع من الأرض. في اللحظة اللي عديت من خلاله حسيت على طول إن في حاجة غلط. التنفس بقى صعب، حسيت بدوخة، وقلبي بقى بيدق بسرعة من غير سبب. جسمي كان بيقول لي إن البيئة دي مش مناسبة للتنانين أبداً. لكن أنا وصلت لحد هنا، مش همشي من غير ما أتواصل معاهم. كملت طريقي لجوه. بعد فترة قصيرة كام طيارة حربية عدت من جنبي بسرعة البرق، وصاروخين اتضربوا وانفجروا قدامي بالظبط. ما كانت ضربة مباشرة، بس الرسالة كانت واضحة جدا: توقف مكانك ولا تتقدم. وفجأة وصلت هليكوبتر وبابها مفتوح على الآخر. ضابط جوه ماسك مكبر صوت: أيها التنين، لقد دخلت أراضينا بشكل غير قانوني. توقف عن الحركة واخضع للتفتيش. لا تقاوم وكن مطمئنا، بلدنا شاي أمة متحضرة ومنطقية. إذا تعاونت معنا بالكامل في التحقيق سنضمن سلامتك وحقوقك القانونية، وإلا ستتحمل العواقب وحدك. المقدم ما كان مهتم كثير إذا التنين فهم كلامه أو لا. أهم شيء كان لازم يتبع الإجراءات الرسمية بالحرف الواحد. لو ما كانت الأوامر تمنع استخدام القوة ضد الكائنات الخارقة بدون سبب، كان الجيش فتح النار فوراً. كان متوقع التنين يتجاهله تماماً. مخلوق بهذه الكبرياء حتى لو فهم كل كلمة مستحيل يطيع الأوامر. كان مستعد لمواجهة طويلة. لكن المفاجأة اللي ما حدا توقعها هي إن التنين شافهم وتصرف كأنه لقى أهله، وصرخ بصوت عالي: يا جماعة لا تطلقوا النار! أنا واحد منكم. يا إلهي، الوضع صار غريبا جدا. هذا التنين يتكلم لغة بلد شيا وبيقول إنه واحد منهم. أيها التنين، أنا مو فاهم قصدك تماما، ممكن توضح؟ أنا مجرد مواطن عادي من بلدكم. قبل فترة قصيرة وبطريقة ما تحولت لهذا الشكل. اسمي هانغ وعمري 26 سنة. رقم هويتي هو 1 2 3 4 5 6، وعنواني هو 20 شارع تشينغ، منطقة هاكي، مقاطعة يانغمينغ. والدي وانغ تشيانغ بينغ، ووالدتي بان شيا ووغوينغ. عندهم بقالة صغيرة. الضابط انصدم صدمة حقيقية بسبب تأثير الحاجز وسرية دولة شيا. أغلب المخلوقات الذكية بالخارج ما تعرف أي شيء عن الوضع الداخلي هنا. يعني اختلاق تفاصيل دقيقة ومقنعة زي هذه يعتبر إنجاز كبير. سيد وانغزي، حاول تهدأ. سأرسل شخصاً ليتحقق من معلوماتك حالاً. إذا كل شيء طلع صحيح ما رح نسبب لك أي مشاكل، لكن في الوقت الحالي عشان سلامتك ارجع طير لخارج الحاجز. بس يا سيدي ما أقدر أطير، أنا ضعيف جداً. ممكن تجيبوا لي شيء آكله؟ صار لي 5 أيام ما أكلت. طبعاً. بعد فترة قصيرة المقدم ليو هان سوى اتصال عشان يتأكد من المعلومات اللي أعطاها التنين، وكلها طلعت صحيحة. بعدها بشوي وصلت هليكوبتر محملة ب4 أو 5 أطنان من لحم البقر. أول ما شفته ما قدرتش أقاوم أبداً، وبدأت أكل على طول. بعد ما خلصت بطني كان مليان، بس لسه ما قدرتش أطير. وخلال الأكل لاحظت إن طعم اللحم كان غريب، جاف وقاسي، مو زي اللي تعودت عليه خارج الحاجز. نظرت للمقدم له باستغراب. ابتسم وشرح لي: الحيوانات خارج الحاجز تحمل تركيزاً عالياً من العناصر السحرية في أجسامها. القيمة الغذائية وجودة اللحم هناك أعلى بكثير من اللي عندنا محلياً. وإنت تعودت على هذاك الطعم، فطبيعي تحس إن اللحم المحلي طعمه مختلف. لا تقلق،
أنا تواصلت مع أكاديمية العلوم، خبرائهم بيوصلون قريبا عشان يلاقون لك حل. ممكن يسحبون منك دم ويسوون كم فحص، بس أأكد لك ما في شيء رح يعرض حياتك للخطر. هزيت رأسي موافقة. كنت متقبل فكرة إني أكون فأر تجارب من أول ما قررت أدخل بلد شيا. بالإضافة إلى ذلك، التنانين عندها قدرة تجدد خرافية، حتى لو شرحوني جسمي بيتعافى بالكامل. بصراحة كنت متحمس أشوف شكل أعضائي الداخلية. بعد كم ساعة وصل فريق البحث. سحبوا مني دم، وبعدها نزلوا روبوت صغير داخل جسمي عشان يسوون شي يشبه منظار الكبسولة. قالوا إن هذا بيعطيهم فكرة أولية عن أعضائي وهيكلي العظمي. الروبوت المفروض يطلع من الجهاز الهضمي، يعني ما في أي ضرر. المشكلة الوحيدة هي إني خلال العملية هضمت الروبوت بالكامل في معدتي. والمفاجأة مو بس إن طعمه كان لذيذ بشكل غير متوقع، قدرت أحس إنه مغذي جدا. سألتهم إذا ممكن يجيبوا لي روبوتات أكثر عشان أكلها. قدام هذا الطلب الغريب، الباحث الرئيسي الدكتور دينغ شو فهم الموضوع بسرعة. الروبوت غالبا فيه مواد جسم التنين محتاجها. كان على وشك يطلب يجيبون روبوتات زيادة، لكن فجأة قاطعوا الصوت من قريب. بروفيسور دينغ، ما في داعي لكل هذا، خلونا نبدأ بالبطاريات. اللي تكلم كان يو شاين، واحد من أعضاء فريق البحث، وأول شخص اكتشف أن الطاقة الكهربائية تقدر تشحن الكائنات الخارقة. قبل حوالي 5 أشهر احتجزت دولة شيا ملاكاً ضوئياً دخل البلاد بشكل غير قانوني. وقتها كانت محرومة من السحر لفترة طويلة، لدرجة إنها دخلت في غيبوبة عميقة. أقرب مستشفى عسكري حاول يعالجها، لكن لأنهم ما يفهمون فسيولوجيتها كل محاولاتهم فشلت. العلامة الوحيدة للحياة ظهرت لما استخدموا جهاز الصدمات الكهربائية. معدل ضربات قلبها استجاب. يوشي يشك إن الملاك دخلت في حالة استعداد للموت. استجابة نبضات القلب كانت بسبب الشحنة الكهربائية العالية من جهاز الصدمات، لكن قوته ما كانت كافية عشان تصحيها. اقترحت علينا نزود الفولتية عشان نصحي الملاك ده. فريق البحث سمع كلامها على طول وبدأ يديها صعقات كهربائية ورا بعض، وأخيراً عند 200,000 فولت الملاك فتحت عينيها. أنا فضلت واقف مصدوم ومش عارف أقول إيه. ملاك يا جماعة، كائن من الأساطير، محتاج يتوصل بالكهرباء عشان يفوق. الموقف كان محرج جدا، بس لما فكرت فيها إحنا أصلا في عالم خيالي. حاجات كتير ما بقاش ينفع نشوفها بعنينا العادية، فقلت لهم لو الوضع كده بطلوا تفكير زيادة. وصلوا الكابلات وبس. الدكتور دينج هز راسه فوراً وخلى حد يجيب سلكين كهرباء. حطوهم في بقي مباشرة، ومع سريان التيار في دمي لقلبي حسيت بصدمة وضحت لي كل حاجة. حتى تأثير الحرمان من السحر بدأ يخف. فضلت ماسك الكابلات بأسناني وبسحب طاقة، وعينيا بتضيق من المتعة. بعد فترة كويسة افتكرت أشارك الباحثين باللي بحس بيه. قلت لهم الإحساس ده زي الأدرينالين، جسمي كله بينبض وبحس إني بقيت أقوى فعلا. بس لو الشحن هو كل المطلوب عشان أبقى أقوى، فالموضوع يبان سهل قوي. الدكتور دينج ابتسم، قال لي يا سيد هونج، الموضوع مش سهل خالص. قبل ما بلدنا تيجي للعالم ده الكهرباء ما كانتش موجودة هنا. الكهرباء ما كانتش موجودة؟ قصدك التكنولوجيا كانت بدائية لدرجة إنهم ما اكتشفوهاش؟ هز راسه بالنفي. لما أقول مش موجودة أقصد إنها ما كانتش موجودة حرفياً. مفيش أي طريقة كانت ممكن تنتجها، لأن في العالم الطبيعي بره بلدنا الشحنات الحرة مش موجودة أساساً، ومن غيرها مستحيل يتكون فرق جهد. يعني مستحيل تولد كهرباء. طبعاً في برق وفي تأثيرات كهربية بتيجي من السحر، لكن أساس الفيزياء نفسه لا، مفيش إلكترونات حرة. إزاي ده ممكن يا سيد هانك؟ العالم بره بلدنا أعقد بكتير من اللي كلنا تخيلناه. في العالم الخارجي
العالم المجهري اللي تحت مستوى الميكروميتر مقفول عليه تماماً ومختوم ورا ضباب كثيف. الشمس والقمر والنجوم في السماء مش أجسام فلكية زي ما نعرفها، دي حاجات أعقد بكتير. دي كتل طاقة مركزة، ومن اللي قدرنا نفهمه العالم الخارجي ده شغال زي مزرعة مواشي مستغلة لأبعد الحدود، والكائنات اللي بيسموها غامضة دي هم أصحاب المزرعة. وكل مخلوق ذكي عايش هناك هو مجرد ماشية مستنية دورها في الذبح عشان يسهلوا السيطرة. وطبعاً مش هيحبوا المواشي بتاعتهم تبقى فاهمة أو أذكى من اللازم. فهمت. يعني الكهرباء دي حاجة خاصة بينا إحنا وبس. بالظبط. بس يا سيد هانج، الكهرباء في الحقيقة مش معجزة للمخلوقات الخارقة زي ما أنت فاكر. من اللي عرفناه من الملاك، الكهرباء مش بتزود قوتهم بشكل كبير. هي مجرد طريقة جديدة ومباشرة عشان يستعيدوا طاقتهم، وأكثر كفاءة من أي وسيلة تانية. فاللي بيحصل لك دلوقتي مش إنك بتبقى أقوى، الموضوع إن جسمك كان محروم من الطاقة لفترة طويلة جدا، وأعضاء كتير كانت شغالة بأقل من طاقتها. الكهرباء دي بتنشط الأعضاء الخاملة دي وبترجعك لحالتك القصوى. على أي حال يا سيد هانج، الوقت اتأخر. إيه رأيك تيجي معانا لمنشأة الأبحاث؟ عندنا معدات أفضل هناك. تاني يوم في غرفة استقبال في منطقة بونج ريفر العسكرية، أبويا قال: بتقولوا إن ابني اتحول لاتنين؟ بعد المكالمة، المسؤولين المحليين زاروا هوانج كانج بينج وزوجته اللي هم أبويا وأمي، وشرحوا لهم إن ابنهم في مهمة سرية وما يقدرش يرجع البيت دلوقتي. وبعدها قالوا إن منطقة بونج ريفر العسكرية هتكون سعيدة جدا بزيارتهم، ولما حواليهم إن هانج كان تحت ضغط شغل كبير ومحتاج إرشاد من والديه. أهلي ما قدروش يقعدوا لحظة بعد ما سمعوا كده، سافروا كل المسافة دي لمدينة بيهي عشان يلاقوا المعلومة دي في وشهم. قالوا لهم: إحنا مش متأكدين تماماً إن التنين ده ابنكم، وده سبب دعوتنا ليكم عشان تتأكدوا بنفسكم. بعدها شغل البروجيكتور وعرض لقطات للتنين الأسود من اليومين اللي فاتوا. والدي ووالدتي كانوا بيتفرجوا في صمت وتركيز. أمي قالت: يا حبيبي، أعتقد ده ممكن يكون ابننا فعلا. اتحول لحاجة تانية خالص، بس الكسل والخوف والجو التعبان ده لسه موجود. ده أكيد ابننا لهبل. يا سيادة المقدم لو، إمتى نقدر نشوف ابننا هانج بنفسنا؟ الفيديو ممكن يكون خادع. عايزين نقرب أكتر. هانجو كمان كان نفسه يشوفكم. يلا بينا دلوقتي. في وقت قليل لوهان كان واخد أبويا وأمي للمكان اللي كان التنين الأسود بيشحن فيه. ولما الفنيين فصلوا الكهرباء فتحت عيني في نفس اللحظة وشفت أبويا وأمي. أول رد فعل ليا كان إني أجري عليهم وأحضنهم. لوهان كان بيشاور بجنون وبيصرخ عشان أوقف، ولحقت نفسي في آخر لحظة. تخيلوا طفل وزنه 170 طن داخل ياخد حضن، كان هيسحقهم تماما. أنت بجد ابني؟ طبعا يا بابا، أنا هانج بجد. طيب إيه هي فصيلة دم هانج؟ فصيلة دمي طب إيه أكتر فاكهة بيحبها هانج؟ دوريان. وإيه أكتر حاجة فاكرها من مهرجان المعبد في الصيف؟ إني تهت هناك. في الحقيقة أنت اللي نسيتني. أنا اللي كنت بعيط وبجري ورا عربيتك 100 متر وأنت حتى ما لاحظتش. وبعدها اديتني 50 سنت عشان تسكتني وما شيلش في قلبي. طيب، وهل هانك كان عنده حبيبة؟ بابا، هو أنا ماليش كرامة خالص؟ أيوة سيادة المقدم، ليو، ده أكيد ابننا الأهبل. لما سمع الكلام ده، ليو هان حس براحة كبيرة جدا. اجتياز اختبار الأبوين كان بمثابة تأكيد رسمي لهويته. العيلة قضت الساعتين اللي بعد كده بيتكلموا بسعادة مع بعض لحد ما عدت الساعة 11 بالليل، ووقتها هوانج كانج بينج وزوجته بدأوا يحسوا بالتعب. وهم في طريقهم لدار الضيافة القريب ظهر ليو هان فجأة عند بابهم. بعتذر على الإزعاج في وقت متأخر زي ده يا سيدة بان. فريقنا التقني لسه ملاحظ إنك نشرتي حاجة على السوشيال ميديا.
البوست كان عن ابنك اللي اتحول لتنين ومعاه صور. انت اللي نشرتيه؟ أنا اللي عملت كده. أنا أسفة، ذاكرتي ضعيفة. الموضوع ده سر من أسرار الدولة وما ينفعش يتعرف أبداً. هل في أي فرصة إني أقدر أحذفه في الوقت المناسب؟ فريقنا التقني حذفه بالفعل في اللحظة الذي ظهر فيها، فما فيش أي تأثير حصل على الرأي العام. أنا هنا في الحقيقة عشان أناقش حاجة بخصوص الهوية الرسمية للسيد هونج. حقيقة إنه أصبح تنين خارجياً هنحافظ على سرية تامة. هيتم دمجه في دولة شيا تحت هوية تنين متجنس. ده هيمنع كتير من التعقيدات والمخاطر اللي ملهاش لازمة، وإحنا بالفعل اتكلمنا مع هانج بخصوص الموضوع ده. هو متفهم تماما وبيدعم شغلنا. عشان كده من الآن فصاعدا لما يكون في هيئة التنين مش هيقدر يستخدم اسم هانج. اسمه الجديد هو ديوس، تنين أسود عظيم من الأراضي الشمالية. وبما إنه هيكون واضح جداً إن ديوس ما يعرفكمش، بنطلب منكم إنكم تحافظوا على مسافة معينة في الأماكن العامة. من فضلكم تجنبوا الظهور قريبين منه جدا، والأهم من كل ده إياكم تنادوه بابنكم. هونج كانج بينج حس إن الموضوع صعب شوية على ابنه، بس منطق ليو هان كان سليم، وذكر إن تعويض ابنهم هيوصلهم. الزوجان وافقوا على العرض من غير أي اعتراض تاني. في نفس الوقت في معهد بينج ريفر للأبحاث العسكرية، الدكتور دينغ شوين وفريقه كانوا بيدرسوا دم التنين الأسود. بقدراتهم ومعداتهم الحالية، أسرار دم التنين كانت لسه أكبر منهم. في حد اقترح إنهم يدوروا على إجابات خارج الحاجز. كان بيتقال إن في عائلات قديمة معينة وكيميائيين عندهم طرق سرية لتحويل دم التنين لإكسير. حتى الناس العاديين اللي بيشربوه ممكن يكتسبوا بسرعة صفات سلالة التنين ويتحولوا لمحاربي دم تنين أقوياء. وبالصدفة ظهرت تنينة حمراء بالغة قريباً من الحدود الجنوبية الغربية. كانت بتبيع دم التنين لعناصر إجرامية معينة جوه البلد. يمكن دي تكون فرصة لاتخاذ إجراء قانوني والقبض عليها. عيون الدكتور دينغ لمعت فجأة. القبض على تنين أحمر بالغ خارج الحاجز هيكون صعب، بس التنين الأسود البالغ بطبيعته أقوى من الأحمر. ضيف على هانج شوية أسلحة حديثة ونبعت معاه كام طيارة مقاتلة للتنسيق، وساعتها تنين أحمر واحد هيكون سهل السيطرة عليه. وبمجرد ما السيد هوانج يكتشف إزاي يرجع لشكله البشري، ممكن يفكروا يلاقوا له حبيبة. كل ما فكر دينغ في الموضوع كل ما بداله منطقي أكتر. بس قبل أي حاجة من دي، التنين الأسود محتاج قصة خلفية مقنعة، هوية عامة تخليه يقدر يتحرك بحرية ويخدم مصالح الدولة. الدكتور دينغ جالي وعرض عليا السيناريو اللي كان في دماغه. تنين أسود قوي اسمه دياس، اتصاب بإصابة خطيرة في معركة كبيرة مع سيد من أسياد إيف، وبعدها هجمت عليه مجموعة من رجال الذئاب المتوحشين. وفي اللحظة الحاسمة دي ظهرت قائدة بعثة استكشافية شجاعة وجميلة وأنقذته وساعدت التنين على الهروب. استنى يا بروفيسور، هو السيناريو ده أصلاً ممكن يتصدق؟ إيه نوع الست الجميلة اللي بتروح الحدود كقائدة بعثة استكشافية وبالصدفة البحتة بتقابل تنين بيموت وتشفق عليه وتنقذه؟ لو القصة فضلت ماشية بالشكل ده، هو احنا على وشك نضيف قصة حب كمان؟ التنين ده بيقع في حب قائدة البعثة وبيفضل جنبها عشان يفوز بقلبها، وبيختار إنه يتجنس في دولة شيا عشان الحب. أنا عارف إن السيناريو ده كلاسيكي شوية، بس ليه منطق داخلي ونقاط قوة. الناس العادية هتستمتع وهي بتسمعه، وهيكونوا عايزين يصدقوه، وهيكونوا مستعدين يصدقوه. ندي للتنين لقب صهر دولة شيا، والتعاطف الشعبي معاه هيزيد بشكل كبير. ده هيسهل كتير تنفيذ المهام تحت الهوية دي في المستقبل. ممكن يكون في كلامك وجهة نظر. خلاص موافق، بس قدراتي التمثيلية محدودة. اسمعوا، لو باظت الخطة دي ما تلومونيش، وشكرا على تفهمك وتعاونك يا سيد هوانج.
تمثيلك مش هيحتاج مجهود كبير، كل اللي عليك تكون متعجرف ومتكبر والباقي علينا احنا. بس في حاجة واحدة، اختيار البطلة ممكن يحتاج رأيك. عندي إحساس غريب، حاسس إنكم بتدبروا لي ميعاد غرامي مرتب. الدكتور دينج ارتبك للحظة، بس بعدين فكر فيها. بصراحة مفيش سبب للخداع في الموضوع ده. لو شايف الموضوع كده يا سيد هونج، فبصراحة أنت مش غلطان. إحنا فعلا كنا عايزين نلاقي لك حبيبة. ده هيفيد حياتك العاطفية ويساهم في استقرارك النفسي. وكمان عندنا فضول علمي بخصوص بيولوجيا الكائنات الخارقة. عايزين نعرف لو في عزل تناسلي بين الأنواع الذكية المختلفة في العالم ده، زي البشر والتنانين. عشان كده كنا بنأمل ندرس الموضوع ده من خلالك أنت تحديداً. تنين بالغ بيحتاج الدولة ترتب له علاقة غرامية. حسيت إن في حاجة غلط جداً في الموضوع ده، فقلت الموضوع ده محتاج تفكير أعمق شوية. أنا لسه أصلاً معرفش إزاي أرجع لهيئتي البشرية. عايزين ندخل في علاقة وأنا بالشكل ده؟ يعني وزن فوق 100 طن من التعاسة، ده مش منطقي خالص. ما تقلقش من النقطة دي يا سيد هيوانج. إحنا أصلاً لقينا طريقة عشان ترجع لشكلك البشري. في تنين أحمر بتبيع دمها حالياً لعناصر إجرامية، وعندها القدرة إنها تتحول لهيئة بشرية. استخدمت القدرة دي كذا مرة عشان تقابل المشترين بنفسها. يبقى مستنيين إيه؟ يلا نلاقيها ونشتري منها الطريقة. خطتنا بصراحة هي إننا مش هندفع فلوس فيها، ومش هنتعب نفسنا قوي في البحث عنها. هنستخدم طريقة أبسط ومباشرة أكتر. هنقبض عليها حية، ودي مش قسوة مننا. التنينة الحمراء دي خطيرة وسببت أضرار كبيرة. كانت بتبتز التجار بتوعنا بمبالغ ضخمة على طرق التجارة بره الحاجز، وكمان كانت بتتآمر مع مجرمين جوه وبره البلد، وبتسرق أسرار دولة وموارد استراتيجية. بصراحة إحنا من زمان كنا عايزين نتحرك ضدها. الصعوبة كانت في القبض على تنين أحمر بالغ وهو عايش بره الحاجز. الموضوع مش سهل. أنا ما قدرتش حتى أكون تنين أبيض، أضعف نوع. إزاي المفروض أحارب تنين أحمر؟ الدكتور دينج شاف ترددي وقال لي التنانين السوداء معروفة بين كل أنواع التنانين إنها أقوى المقاتلين في القتال المباشر، وإحنا مش طالبين منك تواجهها لوحدك. الجيش هيحط خطة محكمة. الطيارات المقاتلة والقوات البرية هتنسق معاك، وهزيمة تنين أحمر واحد في الظروف دي المفروض يكون موضوع سهل. أنا فكرت في الموضوع. لو كنت لسه تنين وحيد من غير أي دعم مش هيفرق أروح أو لأ، بس أنا دلوقتي رجعت وطني. باكل وبنام كويس قوي بفضل موارد الدولة، وببقى أقوى بجلسات شحن منتظمة، وكل مواطن في شية عارف بوجودي بيعتمد عليا. مع الفكرة دي نظرتي بقت ثابتة. تمام، أنا هواجه التنينة الحمراء، بس قبلها ممكن أتدرب على خصوم أضعف شوية الأول. خبرتي في القتال تقريبا 0، ولسه ما اتحكمتش في جسمي ده كويس. أكيد طبعا. بصراحة إحنا كنا بنفكر في نفس الحاجة. الدكتور دينج شاور على خريطة. على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال شرق مركز بونغ ريفر التجاري رقم 1 استقر وحش كايميرا بالغ. مستوى حياته تقريبا المستوى الخامس، هدف أول مثالي ليك. وعلى بعد حوالي 120 كيلومتر غرب المركز التجاري رقم 5 فيه طائر عنقاء شبه بالغ، مستوى حياته تقريبا المستوى السادس. ده هدفك الثاني. وعلى بعد حوالي 200 كيلومتر شمال المركز التجاري رقم 4 في شيطان لهب من المستوى السابع. ده هدفك الأخير قبل التنينة الحمراء. لو قدرت تهزمه المفروض تقدر تتعامل مع التنينة. بصيت على آخر اسم في القائمة، مخلوق خارق من المستوى السابع، حاجة قوتها التدميرية تعادل أكتر من 100 طن من المتفجرات. انتم متوقعين مني أكتر من اللازم خالص يا سيد هونج. التنانين السوداء البالغة فعلا بالقوة دي. انت بس لسه ما أدركتش ده. خد مثلا 50,000 كيلو وات ساعة كهرباء اللي امتصتهم الكام يوم اللي فاتوا. دول لوحدهم يعادلوا تقريبا أكتر من 40 طن من المتفجرات، وجسمك يقدر يمتص على الأقل 150,000 كيلو وات ساعة.
ده بيخلي قوتك تعادل على الأقل 120 طن من المتفجرات. انت أصلا كائن حي من المستوى السابع، واحنا اخترنا شيطان اللهب تحديدا بعد تفكير دقيق. من ناحية التوافق بين العناصر، التنانين السوداء بتتفوق على شياطين اللهب. أعظم أسلحة شيطان اللهب هي سحر النار، والتنانين السوداء عندها مقاومة سحرية استثنائية. غير كده، البيئات البركانية اللي حرارتها عالية هي أصلاً موطن مفضل لتنانين كتير. دايماً بيدخلوا مناطق شياطين اللهب عشان ياخدوا حمام سخن، ولما بيحصل صراعات التنانين غالباً هي اللي بتكسب. وأخيراً، حتى لو حصل حاجة غلط أثناء القتال، عندنا خطط بديلة. صواريخنا قوتها بتضعف جداً بره الحاجز، يعني راس حربي بقوة 20,000 طن ممكن يوصل تأثيره الفعلي هناك لكام 100 طن بس. قوتها تقريباً زي تعويذة سحرية من الدرجة السابعة بتأثيرها الواسع، وده شيء جسمه يقدر يستوعبه بسهولة. لكن شيطان اللهب حظه مش هيكون حلو أبداً. جسمه عبارة عن صخور منصهرة، بنيته غير مستقرة. صاروخ واحد ممكن يفتته بالكامل ويخليه في سبات عميق. يعني في أسوأ الأحوال نقدر نستخدم الصواريخ دي عشان نضمن فوزه في النهاية. بعد ما سمع كل الكلام ده، ملقاش أي سبب منطقي يرفضه، ووافق على خطة التدريب. بعدها بيومين، وصاروخين جو من طراز BL-12 تحت بطنه، انطلق بحماس وطاقة عالية. الفكرة كانت إنهم يعوضوا ضعفه في القتال بعيد المدى، ووصل لمنطقة الهدف بسرعة، أرض مستنقعات واسعة. كانت في طيارات مقاتلة بتحوم فوق بالفعل، مهمتهم كانت توجيهه وتتبع الفريسة. سيد هوانغ، تم تحديد مكان الكاميرا على بعد 3 كيلومترات أمامك يميناً. فرد عليهم: شايفه، في أي ملاحظات تانية؟ لو مفيش، أنا داخل. من ناحيتها، الكاميرا حست برضو إن في حاجة مش طبيعية. بقالها يومين والمقاتلات بتحوم حوالين منطقتها، واضح إنهم بيستطلعوا. ومن وجهة نظر وحش زيها، الطيارات كانت مزعجة جدا. كانت سريعة وصوتها عالي، وعلى مدار يومين كل ما كانت بتسمع هدير المحركات، الكاميرا كانت على أعصابها، زي الواحد اللي مضايقانا موسى ومش عارف يرتاح. كل اللي كانت عايزاه هو إنها تسحقهم، لكن معاناتها كانت على وشك تنتهي. تنين أسود ضخم هجم عليها بقوة ساحقة. هيبة التنين كانت مرعبة لدرجة أنها شبه ملموسة. حتى من على بعد كيلومتر، الكاميرا حست بشعور ما جربتهوش قبل كده، رعشة وصلت لعظمها وثقل خانق في الجو. اتجمدت مكانها لثواني، وقبل ما تفوق كانت مخالبه القوية سحقتها تماما. حتى بطلنا نفسه اتفاجئ. قبل كده كانت هيبته كتنين مجرد تأثير سلبي. بص على الكاميرا اللي مرمية تحته، بصراحة حس بخيبة أمل وقال: بس كده؟ انتهت بالسرعة دي؟ ده أنا حتى ما استخدمتش الصواريخ. ما كانش متوقع إنها بالهشاشة دي، هو يدوب أفقدها وعيها. نعمل إيه دلوقتي؟ ندور على هدف تاني؟ وجيه الرد: سيد هوانغ، القيادة بتوصي بالرجوع. الهدف التاني بعيد أكتر من 200 كيلومتر. مقاتلاتنا مداها محدود بره الحاجز، مش هنقدر ندعمك لوقت طويل لو وصلنا هناك. وكمان دكتور دينج عايزك تجيب الكاميرا معاك، فريق البحث محتاج يدرسها. اتنهد بطلنا وشال الكاميرا بأسنانه ورجع. ولما وصل القاعدة محتمش يسأل الأكاديمية العلمية ناوية تعمل بيها إيه. كل اللي عمله إنه نادى في جهاز الاتصال وقال: يلا 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 على الهدف اللي بعده. لكن جه صوت: لحظة يا سيد هوانغ، قبل ما نروح للفينيكس في حاجة لازم أقولها. أثناء القتال حاول تمسك نفسك شوية. طائر الفينيكس مخلوق نادر بشكل استثنائي. حسب اللي قدرنا نعرفه، عددهم الإجمالي بره الحاجز ممكن ما يكونش وصل ل50% حتى. ده فصيل على وشك الانقراض. بلادنا حالياً بتجهز قوانين جديدة لحماية الحياة البرية، وفيه نية قوية إننا ندرج الفينيكس تحت الحماية العالمية من الدرجة الأولى.
عشان كده يا سيد هوانج حاول تتجنب القوة المميتة. سكت للحظة قبل ما يرد ويقول تمام. بصراحة ما كانش متوقع أبدا طلب زي ده من دكتور دينج. بلدهم موجودة في العالم ده من 6 شهور بس، وبالفعل بيحطوا قوانين لحماية الحياة البرية. يمكن دي هي عظمة الأمم الكبيرة. المهم، عش الفينيكس كان مبني على شجرة لهب عملاقة. لما وصل كان الطائر قاعد في عشه حزين، لكن يقظته كانت أعلى بكتير من الكاميرا. حس بوجوده من على بعد 10 كيلومترات وقرر يبدأ بالهجوم، وهو أطلق الصاروخين فوراً. ولا صاروخ منهم لمسه، لكن ده أغضب الفينيكس جداً. رمى عليه كرات نار ورا بعض، وهو تلقى ضربات كتير لدرجة إنه فتح فمه وبلع واحدة منهم بالكامل وما تأذاش. الفينيكس اتصدم من اللي شافه، وحتى هو كمان اتصدم. بصراحة زي ما قال دكتور دينج، كان مستهين بقوته الشخصية جدا. بالإدراك ده أطلق العنان لهيبته الكاملة وهجم على الفينيكس بكل شراسة. لكن الفينيكس ما زال مخلوق خارق من المستوى السادس، وبفضل سرعته وسحره بعيد المدى فضل هو اللي مسيطر. لكن بطلنا ما كانش قلقان، لأنه فهم ليه دكتور دينج اختار الفينيكس ليكون هدفه التاني. نظرياً السرعة مش نقطة قوته، وضد خصم أسرع كان المفروض يخسر المعركة بسهولة. لكن الضغط والإحباط ده بالذات كان هو اللي هيفعل حاجة جواه، القوة الخفية في سلالة التنين الأسود. ومع اشتداد القتال جروحه زادت، لكنها ما أبطأتهوش. بالعكس، خلته يحس إنه حي أكتر. وفي وسط المعركة الشرسة دي حس إن في حاجة اتغيرت. وأخيراً روح البشرية وجسد التنين اندمجوا بشكل كامل وحقيقي. التنانين السوداء ولدت للقتال، وأنا الآن هو السيد المهيمن. أطلقت زئيراً خافتاً كان بمثابة إعلان وتأكيد لنفسي في نفس الوقت. في هذه اللحظة كانت العنقاء مرتبكة تماماً. لم تشاهد في حياتها تنيناً يقاتل بهذه الطريقة، يزداد غرابة ورعباً كلما طال القتال. قررت العنقاء أن تنسحب. زادت من سرعتها ومرت بجانبي بسرعة محاولة الهروب، لكن فجأة تغير شيء ما. هالة التنين التي كانت مستقرة تغيرت فجأة. قوة مجهولة اندفعت منه بقوة هائلة. صاعقة برق ضخمة ظهرت من العدم وضربت العنقاء في منتصف جسدها. استغليت اللحظة، التففت حولها ثم سحبتها إلى فمي. أنيابي مزقت جسد العنقاء، دم ذهبي تناثر في كل مكان، وتبعته صرخة ألم مدوية. المعركة بأكملها كانت تراقب في بث مباشر من قبل أكاديمية العلوم والجيش. لقد نشروا عدداً كبيراً من الطائرات بدون طيار متقدمة دون أي بخل، وبثوا القتال كاملاً. عندما كان التنين الأسود تحت الضغط، ثم مع انقلاب موازين المعركة، وأخيراً الانعكاس الوحشي في اللحظات الأخيرة، عاش المراقبون تجربة مشاعر متقلبة ومجنونة. القائد غو سيونغ مين قال بحماس واضح على وجهه: كما توقعت تماماً، القتال هو أسرع طريقة لتحفيز نمو التنين وصحوته. قريباً سيتمكن السيد هونغ من الاندماج والسيطرة الكاملة على جسد التنين الأسود. كان الجميع متحمساً باستثناء الدكتور دينج الذي كان يعقد حاجبيه بقلق. كان قلقاً مع استمرار صحوة قوة سلالة التنين الأسود. هل ستبدأ عقلية السيد هانغ في التغير معها؟ أن تتغلب غرائز التنين على إنسانيته؟ كان هذا قلقاً لا يمكن تجاهله أبداً. كنت قد عدت للتو من الانتصار عندما وجدت ليو هان ينتظر مع امرأة. قال إنها طبيبة نفسية وهي هنا لتقديم الدعم النفسي. رفضت في البداية، لكنهم استمروا في الضغط، وكانت المرأة صغيرة جدا وجذابة لدرجة أنها لا تبدو كمتخصصة مرخصة.
كان شكلها أقرب لشخص تم ترتيبه لموعد غرامي، وكأنها قرأت أفكاري. قالت المرأة: هذا صحيح، أنا هنا بصفتي مستشارتك، وأيضا إحدى المرشحات المحتملات للزواج بك. شعرت بعدم ارتياح لا يمكن تفسيره. التفت إلى ليوهان وقلت: هل يمكننا إحضار شخص آخر؟ لا أعتقد أن هذا الشخص وأنا مناسبان لبعضنا. قبل أن يتمكن ليوهان من الرد، قالت المرأة: لقد التقينا للتو. ما هو الأساس الذي بنيت عليه هذا الاستنتاج؟ هل لأنك تعتقد أن النساء الجميلات يملن إلى أن يكن أكثر ثقة بالنفس، وبالتالي أصعب في الإدارة والسيطرة، وهذا ما جعلك ترغب في الابتعاد؟ قلت قبل أن أتمالك نفسي: كيف عرفت؟ سيد هانغ، لقد راجعت ملفك. تبدو كشخص لديه شوفينية ذكورية. وبعد أن أصبحت تنينا، أتخيل أن تلك الميول قد ازدادت قوة. صمتت للحظة، ثم التفت لأنظر إلى ليوهان، وكأني أقول: أرأيت؟ هذه المرأة لا تناسبني على الإطلاق. إنها تعرف أن لدي هذه الآراء، وما زالت تضغط بهذا الشكل. مستواها عال جدا، لا يمكنني الفوز. سيد هوانغ، من فضلك لا تفهمني خطأ. قبل أن أكون مرشحتك للزواج، دوري الأساسي هو أن أكون طبيبتك النفسية. أرجوك ثق بأخلاقياتي المهنية وامنحني القليل من الوقت. فكرت في الأمر. حسناً، باسم الشهامة سأمنحك 3 دقائق. فتحت المرأة دفتر ملاحظات وقالت: في الوقت الحالي، من الناحيتين النفسية والجسدية، لقد فقدت الاهتمام بالنساء البشرية. هل هذا صحيح؟ حركت ذيلي في صمت للحظة طويلة. أخيراً قلت: بصراحة، نعم. معاييري تغيرت إلى حد ما. في السابق كنت أقدر النساء الجميلات مثل أي شخص آخر، لكن بعد أن أصبحت تنيناً، قابلت ملاكاً لا تشوبه شائبة، ولم أشعر بأي شيء. ما أثار ردة فعلي هو عندما قابلت تنينة بيضاء بعد ذلك. سيد هوانغ، هذا في الواقع ليس غريباً على الإطلاق. إليك أبسط مثال. كثير من الناس يحبون القطط، ولكن مهما كانت القطة جميلة أو رائعة، فهي لا تزال قطة. لا أحد يطور انجذاباً جسدياً لقطته. توقفت. في النهاية، لم أستطع أن أقول إنني أستطيع فعل ذلك. قلت: إذن لماذا ما زلتم ترتبون لي مرشحات للزواج؟ لا أحد سيقع في حبي بصدق وأنا أبدو هكذا. بصراحة، هذا عادل. لا يمكنني التحدث عن الآخرين، لكن شخصياً أجد صعوبة بعض الشيء في الشعور بأي شيء تجاهك في الوقت الحالي. تلك الكلمات أهلمتني قليلاً. كان علي أن أعترف. قلت: حسناً، لقد نجحت في لفت انتباهي. رفعت رأسي وأنظر إليها بنظرة لم تكن آمنة تماماً. كانت مرتبكة بشكل واضح، لكنها حافظت على هدوئها بصعوبة وقالت بصوت عال: رائع، سيد هونغ، اسمي جاوينغ. سوف تتذكرني، أليس كذلك؟ ليس بالضرورة. شعرت فجأة أن محاولة ترهيب امرأة أمر لا طائل منه. استلقيت مرة أخرى وأغمضت عيني. إذا كان هذا هو أفضل ما لديك، فأخشى أنني سأطلب شخصا آخر في النهاية. يا له من رجل فظيع حقا. حسنا، فقد سايريه في الوقت الحالي. ثقي بنفسك. ستكونين مروضة تنانين. سيد هونغ، أنا شخصيا لا أوافق على خطة فريق البحث لترتيب صديقة لك. فهمت من نبرتها أنها كانت تستخدم علم النفس العكسي. كانت تدعي أنها لا تريد أن تكون حبيبتي، بينما كان واضحاً أنها تسعى لذلك تماماً. لم أكن سأجعل الأمر سهلاً عليها. أترين، الخطة تتضمن خلق هوية تنين مجنس لك. نعم أم لا؟ هناك تلك الخطة. لكن ألا تبدو قصة وقوع التنين في حب بشرية سخيفة ومصطنعة؟ إذا كنت أقرأ هذا بشكل صحيح،
فإن الهدف الأساسي هو استخدام هوية التنين المجنس هذه لإظهار حضارة بلد شيا المتقدمة وحسن نيتها للعالم الخارجي. هل هذا صحيح؟ نعم، بالضبط. لتقليل التحيز والعداء من الأجناس الخارجية تجاه بلدنا، ولكن باستخدام قصة حب بين إنسان وتنين للقيام بذلك. قد يبدو الأمر رومانسياً ومؤثراً للناس داخل بلد شيا، لكن الأجناس الذكية خارج حدودنا لن تراه بهذه الطريقة، خاصة التنانين سيشعرون بالإهانة لذكائهم. سيفترضون أن بلد شيا استخدم نوعاً من الأساليب البشعة لغسل دماغ التنين الأسود. وبدلاً من إدراك حسن نيتنا سيصبحون أكثر حذراً، مقتنعين بأننا أمة خطيرة وماكرة. لهذا السبب أعتقد أن استخدام حبكة رومانسية لبناء هوية السيد هونغ العامة هو نهج معيب بشكل أساسي. اتفقت معها تماماً. قالت غاوينغ بالضبط ما كنت أفكر فيه. التنانين السوداء لا تستجيب جيداً للترتيبات والزيجات المدبرة. إنهم يفضلون العثور على توأم روحهم من خلال حكمهم الخاص. تغير تعبير لوهان قليلاً. هناك شيء من الصحة فيما تقولينه. سأنقل وجهات نظرك إلى الدكتور دينغ ليعيد الأشخاص المعنيون النظر في الأمر. يمكنك أن تكوني جزءاً من تلك المناقشة إذا أردت. ابتسمت غاوينغ ابتسامة مشرقة وأعطت غمزة مرحة بكل سرور. آنسة جاو، بما أنك تعتقدين أن قصة حب الإنسان والتنين لا تناسبني، أفترض أن لديك شيئاً أفضل. في الواقع لدي ما أفكر فيه هو علوم شيا المتقدمة وحكمتها وفلسفتها. ليس كل عرق ذكي مدفوعاً بالحب بشكل أساسي. السيناريو الذي أفكر فيه: السيد هوانغ هو تنين أسود لديه فضول عميق وجوع للمعرفة. في يوم من الأيام يصادف حضارتنا تصادم الجسيمات، الانفجار العظيم، أصل الأنواع، حساب التفاضل والتكامل، الطاقة النووية، الكهرومغناطيسية، المعرفة، وتقنيات لم يكن يتخيلها أبداً تتركه مفتوناً تماماً. تدريجياً يبدأ التنين الأسود في إدراك تعفن وركود العالم القديم. لديه إدراك عميق. تحرير العقل وتطوير القوى الإنتاجية هو السبيل الوحيد لتحرير العالم القديم وإنقاذ عرق التنين وتحقيق غايته الخاصة. قول رائع. بدأت بالتصفيق قبل أن تنهي كلامها. مثالي، حاد، شجاع، مستعد للمخاطرة بكل شيء في سبيل الحقيقة، حتى لو اضطر لخيانة العالم بأسره من أجلها. هذه هي القصة التي تتماسك بالفعل. السيناريو السابق، التخلي عن حياتك كلها من أجل الحب، كان سخيفاً، ساذجاً، وبصراحة محرجاً. قال لوهان: هذا اتجاه ممتاز. سأذهب لأجد الدكتور دينغ الآن، وسأبذل قصارى جهدي للدفع بهذه النسخة. ودع وغادر على عجل. سيد هانغ، هل أدائي يفي بتوقعاتك؟ ليس سيئاً. لقد تجاوزت الحد الأدنى بالكاد. يمكنك أن تكوني مستشارتي. إذن أتطلع إلى توجيهاتك من الآن فصاعداً. في ظهيرة اليوم التالي كنت أشحن طاقتي في المجمع العسكري عندما جاءت غاوينغ راكضة، ومن الواضح أنها كانت متحمسة. في ذلك الصباح عقد الدكتور دينغ مناقشة بحثية جديدة وأيد اقتراحها بالكامل. كانوا يعيدون صياغة السيناريو، المفهوم الأولي بعد المناقشة الأولية. تنين أسود عظيم ملعون من قبل إله مظلم، غير قادر على تحمل عذاب الجسد والروح. ينجرف يوماً ما إلى المجال الجوي لبلد CI في حالة شبه واعية. من أجل السلامة يقوم بلدنا بإسقاطه فوراً بالصواريخ واحتجازه. وما يلي ذلك هو عملية تدريجية طويلة. بينما يأتي التنين لفهم كل جانب من جوانب بلد شيا بعمق، يتراكم شيء ما في داخله،
حتى يؤدي التغيير الكمي إلى تحول نوعي. يبدأ عقله في الاستيقاظ، يقرر تحدي القدر وأن يصبح أول تنين ثوري في التاريخ. فكرت في الأمر. معقول إلى حد ما، متماسك داخلياً، على الأقل أكثر مصداقية من قصة حب تنين يقع في حب بشرية. لذا وافقت. تحرك فريق البحث بسرعة. بعد أن قدمت جاوينغ تقريرها في نفس فترة ما بعد الظهر، حشدوا طاقماً وصوروا المشهد. بعد فترة وجيزة، بثت قناة التلفزيون خبر عبور تنين أسود بشكل غير قانوني إلى أراضي بلد شاه. وبعد تجاهل تحذيرات متعددة تم إسقاطه. في اللحظة التي تم فيها بث التقرير انفجر الإنترنت. اندلعت نقاشات حامية في كل منصة. كانت أهم المواضيع هي ما سيحدث للتنين بعد ذلك، وما إذا كان دم التنين آمناً للأكل. جادل البعض بأن لحم ودم التنين يحتويان على طاقة حياة قوية قادرة على تحسين وتعزيز الجينات البشرية بشكل كبير. يجب أسر كل تنين وتدجينه للتربية. والبعض كان بيقول إن دم التنانين ولحمها مش للأكل، وإن كلام السلطات أكيد صح. بس أغلب الناس شكت إن الموضوع كله تستر رسمي. ما هو في قصص موثقة لناس شربت دم تنانين بره الحاجز وبقوا محاربين دم التنين. الادعاء الرسمي بيقول إن دم التنين غير صالح للأكل، والكل كان فاكر السبب هو ندرته الشديدة وإنه مخصص بس للأقوياء. عشان كده كانت أفضل طريقة لإقناع الناس هي إنهم يقولوا إن الدم ده سام. واحد اقترح إن الدولة تطلع التنين الأسود بنفسه في جولة استعراضية في المدن الكبيرة، يعملوا معارض ويخلوا المواطنين العاديين يقربوا منه ويختبروه بنفسهم. ما هو اللي تشوفه العين تصدقه، وساعتها بس شكوك الناس هتنتهي. والنقاش ده ولع الدنيا. تحت كل فيديو كبير التعليقات اللي بتطالب بخروج التنين الأسود زادت بشكل جنوني، والمطالبة دي انتشرت زي النار في الهشيم ووصلت لقمة الترند وبدأت تخرج عن السيطرة تماماً. في نفس الوقت على تلة عادية كده قرب الحدود الجنوبية الغربية كانت في مفاوضات تجارية شغالة. الآنسة ريد قالت 50 رطل ذهب للتر الواحد من دم التنين، والسعر ده كان خيالي. الذهب تحت رقابة شديدة من الدولة دلوقتي. تهريب مئات الأرطال منه بره البلد مش حاجة سهلة خالص. أكيد مش عايزة دي تكون صفقة لمرة واحدة وخلاص. فردت: مش فارق معايا، خلوا أعذاركم دي لنفسكم. الذهب هو الحاجة الوحيدة اللي هقبلها، وما تفتكرونيش ساذجة. عشان تشتغلوا بالحجم ده لازم يكون وراكم دعم رسمي. أنا خلاص قررت، بدل ما أضيع وقتي مع ناس صغيرة زيكم، أنا أفضل أتعامل مباشرة مع سلطات شي. مش هم عندهم عشرات الآلاف من أطنان الذهب في الاحتياطي؟ لو كلمتهم بأسلوب كويس ممكن أبقى أول تنين يتعاون طوعا معاهم. أكيد مش هيستخسروا فيا 10,000 من الذهب. رجال شيا بصوا لبعض بصدمة. عمرهم ما توقعوا إنها ممكن تقول حاجة زي دي. وبعد صمت طويل القائد بتاعهم قال بحذر: بس يا آنسة ريد، لو مشيتي في السكة دي مش قلقانة إنهم يضحكوا عليكي؟ يعني سمعة حكومة شيا مش نظيفة قوي زي ما انتي عارفة. دول ممكن يستغلوا أي حد حتى مواطنيهم. فردت: وسمعة التنانين بتاعتنا برضو مش كويسة قوي. ليه انتوا مش خايفين إني هخدعكم؟ عشان العائد كبير ومستعدين تاخدوا المخاطرة. رجال شي ما لقوش رد على كلامها. ما قدروش ينكروا إن كلام التنينة الحمراء كان منطقي جدا. لو ما كانش الجشع والطمع في القوة عميهم، إيه اللي كان هيخليهم يخاطروا بحياتهم ويقربوا من تنين أحمر بالشكل ده؟ مع إن التنينة الحمراء دي بالذات كانت حالة شاذة جدا بين جنسها. واضح إنها قضت وقت طويل عايشة وسط البشر وتعلمت منهم أسلوب التعامل والمنطق، وإلا عمرها ما كانت هتطلع لها الفكرة الغريبة دي من الأساس، إنها تبيع دم تنين للبشر. بس نفس المعرفة دي بالبشر خلت التلاعب بيها صعب جدا. كانوا حاولوا بكل الطرق وبذلوا مجهود خرافي عشان ينزلوا السعر من 100 رطل ذهب ل50، ومرضتش تنزل عن كده.
وحتى التخفيض ده حصل بس عشان كانوا من أتباع وكين إله التجارة، عشان يعيشوا بحرية بره الحاجز. كانوا ضحوا بالذهب والإيمان لوكين عشان يبقوا مواطنين أحرار في العالم الخارجي. آنسة ريد، لو تقدري تدينا كمان تركيبة تحويل دم التنين لإكسير هنقبل السعر ده. عايزين تركيبة إكسير دم التنين؟ انتوا بتفكروا في إيه بالظبط؟ إكسير دم التنين ده تركيبة قديمة بتدي للبشر قوة التنانين، كان هدية من إله التنانين للبشرية وعقاب لجنسنا. لو اديتكم التركيبة هكون بشجعكم تروحوا تصطادوا باقي التنانين. وده هيخليني خاينة الجنسي، أنا تنين عندي مبادئ، إلا لو دفعته أكتر. فالراجل سأل آنسة ريد عايزة كام؟ قالت له 100 طن ذهب. فرد ما تسرقينا أحسن. فكرت في الموضوع ده، بس 100 طن ذهب مقابل تركيبة إكسير دم التنين، انتوا كده كسبانين. بالتركيبة دي هتعوضوا ضعف مواطني شيع وهتبقوا القوة المهيمنة الحقيقية في العالم. دي حاجة هتأثر على مصير أمتكم. معقول هتفصلوا في 100 طن ذهب عشان حاجة زي دي؟ إحنا منشقين عن شيا، ما نقدرش نرجع بلدنا، ما نقدرش نجيب حتى طن واحد. فردت لو ما تقدرش خلي الناس اللي وراك يدفعوا. ما تفكرش إني مش عارفة، انتوا يا منشقين مزعومين مربوطين بجهاز شيا الرسمي ب1000 خيط. عملياتكم دي غالبا تمت بموافقة هادية أو على الأقل تسامح من اللي فوق. عشان لو شيا كانت عايزة تقضي على ناس زيكم بكل التكنولوجيا والقدرات اللي عندها، تفتكروا ما كانتش هتقدر؟ آنسة ريد، شكلك تعرفي كتير قوي عن شيا. الراجل كان متفاجئ جدا. يا جماعة، كان واضح إن أسرار شيا الداخلية مش هتفضل مخفية عن العالم الخارجي للأبد. بس الغريب إن التنانين معروف عنهم إنهم سيئين في جمع المعلومات، فكون التنينة الحمراء دي تعرف كل التفاصيل دي كان صدمة حقيقية. قالت لهم: طبعا أنا شايفة إنه شعبكم غني وإنتوا أقوى حضارة خارجية شافها العالم ده، لدرجة إن الآلهة نفسها قلقانة من وصولكم. أنا بسافر لوحدي وبفكر كويس في أي تهديدات محتملة، فطبيعي أهتم بشيا، مش كده؟ بس طلبكم ده أكبر من سلطتي بصراحة. لازم أرجع واستشير اللي فوقي قبل ما أقدر أديكم أي إجابة. قالوا لها: تمام، بس واحد بس منكم اللي هيرجع، ومعاكم 4 ساعات بس. لازم ألاقي رد قبل غروب الشمس، وإلا هقتل صاحبكم الاتنين دول. شوفوا، التنانين ممكن ما تنفذش تهديداتها، بس المرة دي كانت بتتكلم بجد ونبرتها كانت تخوف. بعد ساعتين واحد من اللي فضلوا قال بهمس: فاضل 3 ساعات بس، تفتكر جانج العجوز هيلحق يرجع؟ التاني رد: هيلحق، ده راجل عند كلمته. جانج العجوز ده كان القائد بتاعهم يا جماعة، شاب غني سابقاً، عنده معارف وجرأة، وواحد من المنظمين الرئيسيين لعملية عبور الحدود دي كلها. لما حصل حدث الانتقال بين العالمين والناس العادية لسه مصدومة، كان في شوية مغامرين جريئين بدأوا يتواصلوا مع العالم الخارجي، واكتشفوا بسرعة إن العالم السحري اللي ورا الحاجز ده أحسن بكتير من مجتمعهم الحديث. كل ده حصل قبل ما الدولة حتى تبدأ تاخد الموضوع على محمل الجد. جانج العجوز واللي زيه كانوا نظموا أكثر من 100 شخص ليهم نفس التفكير عشان يستكشفوا العالم اللي بره. وفي خلال 6 شهور بس المجموعة دي كبرت وبقى فيها أكتر من 10,000 عضو رسمي وملايين تانيين على الهامش. شبكة علاقات ومصالح ضخمة جدا بتمتد بين التجارة والحكومة في العالمين. الوضع ده ما توقفش غير لما الدولة اتحركت أخيراً وشددت الرقابة على تصدير الذهب وحركة الناس. ولولا التدخل ده، عدد الناس اللي هربت بره الحاجز في ال6 شهور دول ما كانش هيبقى 10 أو 20 ألف، كان هيبقى بالملايين. رسم الدخول عشان تبقى مواطن حر بره الحاجز كان رطل واحد من الذهب. يعني لو 1,000,000 شخص بس عدوا، ده معناه 500 طن من الذهب. بالسرعة دي احتياطي الذهب بتاع شيا ما كانش هيستحمل الضغط ده أبداً.
البلد كلها كانت هتتجه نحو الانهيار الكامل. فجأة التنينة الحمراء قالت: ما تقلقوش، حتى لو مرجعش أنا مش هقتلكم. زي ما شعبكم بيقول، إيه هو أثمن شيء في العالم؟ الموهبة. الناس هم أقيم مورد. بالناس الصح الثروة والنجاح بيجوا لوحدهم. أنتوا التلاتة كان عندكم الشجاعة تيجوا لحد هنا وتحاولوا تنجحوا. قدرتكم وحكمكم على الأمور أكيد فوق المتوسط. قتلكم هيبقى إهدار للمواهب. أفضل إني أشغلكم عندي كخدم. الراجلين بصوا لبعض، مش فاهمين إيه اللي خلاها تقول كلام زي ده فجأة. كلامها كان كأنها بتحاول تكسبهم في صفها. أنا بصراحة معجبة بيكم، وخصوصا بحضارتكم. شيا مش مجرد دولة عادية، دي حضارة مرعبة متنكرة في شكل دولة، هادية من بره تبان مسالمة، بس عندها قدرة غير عادية على التوسع والاحتواء. حتى أنا نفسي تنينة بالغة عاشت أكتر من 1000 سنة، حسيت بجاذبية رهيبة ناحيتها لما تعرفت على ثقافة شيا. حضارتكم المسجلة عمرها آلاف السنين بس، أقصر من عمر بعض التنانين العجوزة. ومع ذلك العمق والتفاصيل اللي فيها بتتفوق بكثير على مئات آلاف السنين من تاريخ التنانين. أغنى وأكثر حيوية. طبعاً جزء من السبب إن عالمنا ده مظلم وخانق. الآلهة بتتحكم في كل حاجة. الحرب والفوضى هما الثوابت عندنا. بصراحة أنا مرحبة بوجودكم. العالم المتعفن ده محتاج حاجة جديدة بجد عشان تبني نظام جديد. في نفس الوقت ده يا جماعة كنت أنا البطل بتاعنا عامل نفسي ميت في شاحنة عسكرية بترجع للقاعدة، وكان في طاقم تصوير محترف بيصور كل لحظة. بيصوروا لقطات للدعاية عشان يفضلوا محافظين على قصة دخول التنين الأسود بشكل غير قانوني وإسقاطه المبرر سخنة ومستمرة. شكلهم كده هيخلوني أول تنين يتم بثه على الهواء مباشرة في التاريخ. فريق الإنتاج كان مخطط يتعاون مع محطة تلفزيون عشان يعملوا برنامج اسمه عن قرب مع التنين. الهدف الأساسي كان مساعدة الجمهور إنه يكون فهم دقيق عن التنانين كمخلوقات خارقة للطبيعة ويصححوا المفاهيم الغلط، زي فكرة أكل لحم التنين وشرب دمه. وفي نفس الوقت في غرفة سرية تحت الأرض في أكاديمية العلوم، كانت كار بتتفرج على التلفزيون وهو بيعرض أخبار إسقاط التنين الأسود والقبض عليه. ولو مخلوق بالقوة الجسدية الرهيبة دي ممكن صاروخ واحد يفتحه ويخليه ينزف بالشكل ده. كار ما كانتش قادرة تتخيل إيه كان ممكن يحصل لها، وفكرت إن ده ممكن يكون الوقت المناسب بجد عشان تدرس فيزياء. زي ما بتقول كتب البلد دي دايما، اعرف نفسك واعرف عدوك، وعمرك ما هتخسر معركة. وعلشان تقضي على حضارة شيا لازم الأول تفهم جوهرها الحقيقي والقواعد اللي ماشية بيها. بس كل مرة كانت الفكرة دي بتيجي في بالها كانت مقاومة عنيفة بتطلع من جواها. كانت عارفة إن ده تحذير من سيدها، حماية منه. في البداية كي كانت بتكره كل حاجة في شعب شيا، لغتهم، كتابتهم، التكنولوجيا بتاعتهم، كل ده كان بيوترها وينفرها، لكن لأسباب مش قادرة تحددها. مقاومتها دي بدأت تضعف مع الوقت، وحست بجاذبية رهيبة ناحية فهم حضارة جيا. وفي اليوم ده بالذات وهي بتشوف التنين الأسود الضخم بيتم إسقاطه من السماء، كير ما قدرتش تمسك نفسها أكتر من كده، وقالت لنفسها إن دي في الأول والآخر مهمة سيدها كلفها بيها. وبدأت تقرأ بنهم شديد، تلتهم كتاب ورا التاني، ومع كل صفحة فهمها للعالم كله بدأ يتغير من تحت رجليها. وبعدها وتقريبا ضد إرادتها بدأت تشكك في السيد اللي خدمته طول عمرها. هي اللي فضلت تحرس في مطهر الأرواح لمدة 100 سنة من غير ما تهتز. إيمانها ثابت وطاقتها ما بتخلصش. دلوقتي بقالها كام شهر بس في شيا، وإيمانها بدأ يتشقق، غارقة في الفراغ والوحدة.
لقت نفسها بتتشكل من غير ما تحس بثقافة وتاريخ المكان. طبعا هي نسبت ده لطبيعة شعب زيا الحقيرة. لو ما كانوش لوثوها بالكهرباء، لو ما كانوش بيجيبوا لها كتب باستمرار، لو ما كانوش بيشغلوا برامج عن المشاريع الهندسية القومية وأسرار الكون، كانت زمانها لسه الملاك المفضل لسيدها. بعد كام يوم في منشأة الأبحاث، الأمور كانت أسهل من اللي كنت متوقعه بكتير. غير إني كنت بقضي جزء من كل يوم في التعاون معاهم في التصوير. باقي وقتي كان ملكي أنا، بس ما كانش في حاجات كتير أعملها. كنت بقعد في المجمع، أشحن لما أحب، وأنام لو مش حابب. الحاجة الوحيدة الكويسة كانت جاو يينج، اللي كانت بتيجي تتكلم معايا كل يوم. كانت بتسميها استشارة نفسية. بس الكلام اللي كانت بتقوله كان غريب، مش حاجة طبية خالص، مجرد كلام عن حاجات يومية عادية. كنا بنتفرج على الأخبار سوا، ونقلب في المنتديات، ونشوف أفلام ومسلسلات. في مرة لفت نظرها للموضوع ده، وقلت لها إن ده مش حاسة علاج نفسي حقيقي. جاو يينج قالت إن كل اللي بنعمله ده متصمم عشان ما يخلينيش أفقد صلتي بالمجتمع ويحافظ على عقلي نشيط، ويثري حياتي الداخلية ويحافظ على صلتي بعالم البشر. لسه كنت شايف الموضوع غريب، بس ما قدرتش أجادلها، فسبت الموضوع. وبصراحة أنا كنت منقطع عن كل حاجة لوقت طويل جدا. فكرة إني أرجع أتواصل تاني ما كانتش وحشة. في المسا ده خليت ياو يينج تدخل على حسابي من تليفونها وتكتب في جروب الشات اللي اسمه مرشحو الدفعة المقدمة للأرض: يا شباب، أنا رجعت، وحشتكم؟ حد رد: هو أنجي، مش أنت كنت مفقود؟ أنا افتكرتك عملت زي زيا القديم وهربت بره الحاجز. الموضوع ده حيرني. مش البيئة بره الحاجز معادية لشعب شيا؟ إيه اللي يخلي زيا القديم يخرج هناك؟ فانفان رد بسخرية واضحة: البيئة هناك معادية للناس العادية بس. بالنسبة للناس اللي معاها فلوس، القصة مختلفة تماما. الآلهة الأصلية بره بتحب الذهب. قدم رطل من الذهب كقربان وتبقى من أتباعهم، وساعتها هتاخد حمايتهم وبركتهم الإلهية، وتقدر تعيش بره الحاجز براحتك. هو ده الطريق اللي زيا القديم مشي فيه. الندل ده حتى ما قالش سلام، وأنا كنت فاكره أخويا. المهم، من وقتها والحكومة بتراقب حركة الذهب. الخروج ما بقاش سهل زي الأول. القصة طويلة ومش أمان نتكلم فيها أونلاين. أنت فين؟ خلينا نتقابل الليلة ونحكي براحتنا. أنا بره البلد دلوقتي، مش هقدر أرجع. وصحيح، إيه اللي حصل لبان القديم؟ ساب الجروب، دخل في سكة عبادة إله شرير، وبعدها حسابه اتحظر. اتقبض عليه وحاليا محبوس في مركز احتجاز. أنا كنت متلخبط بجد. بان القديم كان طالب دراسات عليا، متعلم جدا. إزاي واحد زيه يتورط في عبادة إله شرير؟ طب إيه وضعه دلوقتي؟ المفروض هيبقى كويس. غالبا هيخرج قريب. لو فكرت فيها، هو حظه وحش فعلا. كان دايما مهتم بعلم الفلك. انضم لكذا دايرة فلكية للهواة، وبيحب يوجه تلسكوبه للسما في وقت فراغه. كان طبيعي تماما قبل كده. بس من ساعة ما بلدنا انتقلت للعالم ده، كل حاجة اتغيرت. النجوم اللي فوقينا ما بقتش الأجسام المادية اللي نعرفها، دي بقت كيانات طاقة مجهولة. التحديق فيها بتلسكوب قوي بيخليك أكثر عرضة لفسادها. واحدة من دوائر الفلك اللي بان كان فيها اتلوثت كلها بإله شرير. الإله ده اتلاعب بيهم عشان ينشروا عبادته أونلاين ويجمعوا أتباع. اتمسكوا بسرعة، كلهم محتجزين وبياخدوا إعادة تأهيل فكري. حسيت بتقل غريب جوايا. كل حاجة اتغيرت، حتى دايرة صحابي الصغيرة ما كانتش زي الأول. وده وراني قد إيه حدث العالم المتقاطع ده هز مجتمع شيا كله. كانت في تيارات مضطربة تحت السطح في كل مكان. يا هانج، وين اختفيت بالضبط آخر 6 شهور؟ الشرطة جت هنا تسأل عنك بكل جدية. هل أنت متورط بمشكلة؟ لا، كل السالفة إني تعرضت للخداع، وانتهى فيني الوضع محبوس بمنجم فحم 6 شهور. رمت لهم أي حجة سريعة. حصل ظرف طارئ، لازم أقفل دلوقتي. هنبقى نتكلم براحتنا مرة تانية. تمام، روح انت.
لو احتجت أي حاجة بس قول، ما تشيلش الهم لوحدك. أول والمحادثة خلصت لمحت طلب صداقة جديد. جاو يينج بصت عليه ورفضته من غير أي تردد. انت ليه عملتي كده؟ ده حسابي، على الأقل اسأليني الأول، لأن ده نصاب واضح. رسالة التحقق بتقول إن اللي بعتها من أتباع فريا، إلهة الحب. وإن الإلهة أرشدتها هنا عشان تلاقي حسابي، وعايزين يستقبل بركتها معاها ونبقى شركاء للأبد. عشان كده بالظبط هي نصابة. فريا دي إلهة محلية، قوتها الإلهية مستحيل توصل لمواطنين شيا. أي حد بيستخدم الكلام ده أونلاين عشان يبعت طلبات صداقة أكيد نصاب. بس أنا لسه ما كنتش مقتنع قوي. ما قدرتش أشيل من دماغي إحساس إن جاو يانج كانت قلقانة حد يخطفني منها. الست دي واضح إن عينيها عليا، أنا التنين البريء المسكين. شوف بنفسك. النت مليان أخبار عن عمليات النصب دي بالظبط. فريا موجودة بجد في العالم ده، واستخدام اسمها عشان ينصبوا على الناس يعتبر حركة احترافية، زي بيع البضايع الماركات المضروبة. فكرت في كلامها وحسيت إنه ممكن يكون فيه جزء من الحقيقة، وقعدت أفكر في وضع بلدنا شيا. هل عبادة فريا منتشرة قوي في شيا؟ جدا. السعي ورا الحب والرومانسية ده دايما كان دافع أساسي عند البشر. وعندنا عدد كبير من الناس اللي مش متجوزين ومش مرتبطين في بلدنا، وكتير منهم مستعجلين جدا على حالتهم الشخصية. بس قوة فريا ما تقدرش توصل لشيا، وإلا كانت ممكن تساعد في حل بعض المشاكل الاجتماعية. وهنا فكرة نورت في دماغي. لو قدرنا نقنع فريا تفتح مواقع تعارف ووكالات جواز، البيزنس ده هيكون ضخم جدا ومربح بشكل خيالي. كل ما فكرت في الموضوع أكتر، كل ما حسيت إنه منطقي. من هنا ورايح لو أي حد من أتباعها حاول يضيفني، عايزك على الأقل ترجعي لي قبل ما تقبلي أو ترفضي. بس دول واضح إنهم مش أتباع حقيقيين، دول بيستغلوا اسم الإلهة عشان يخدعوا الناس. يا أستاذ هانج، وضعك أنت مختلف، ما ينفعش تختلط بأي ستات مشبوهة أبداً. وبصفتي مستشارتك النفسية، من واجبي أفحص لك الحاجات دي. الموضوع ده ضحكني شوية. إيه اللي مضايقك قوي كده؟ أنا مش ساذج، ومش من النوع اللي بيجري ورا العلاقات. مش سهل يضحك عليا. السبب اللي خلاني عايز أضيفهم هو فضولي ناحية فريا نفسها. كنت عايز أعرف أكتر عن طريق واحدة من أتباعها عشان أسهل أي تعاون ممكن يحصل في المستقبل. وبعدين فريا دي إلهة، مين يقدر يجزم إن قوتها فعلا ما تقدرش توصل جوه حدودنا؟ جايز البنت دي الإلهة هي اللي أرشدتها لحسابي بجد. ويمكن تكون هي نصيبي. مفيش حاجة اسمها نصيب. ولو قوتها الإلهية عظيمة قوي كده، ليه تبعت لك طلب صداقة بدل ما تتصل بيك على طول؟ بربشت بعيني. طريقة جاو يانج وهي بتقول الكلام ده كانت مسلية بشكل غير متوقع. أصلا رقم تليفوني موقوف. ده تليفونك وانت بتستخدم رقمك. جاو يانج سكتت، بس فرايا إلهة. لو قوتها تقدر توصل جوه حدودنا، صعب أصدق إنها مش هتعرف تجيب رقمي. لو البنت دي فريا أرشدتها بجد، المفروض تكون بتتصل بيا دلوقتي. في اللحظة اللي خلصت فيها كلامي، تليفون جاو يانج رن. رقم مجهول. جاو يانج حست بقلق مفاجئ وغريب، بس بسرعة حاولت تقنع نفسها إنه ولا حاجة. ده أكيد رقم متفبرك عشان النصب، وراحت قافلة المكالمة. لا، دي صدفة زيادة عن اللزوم. أنا نفسي اتخضيت شوية، بس حسيت إني لازم أحافظ على كرامة جاو يونغ، وقررت ما أتكلمش في الموضوع. مسكت نفسي. بعد كام ثانية رقم مجهول تاني اتصل. جاو يانج قفلت بشكل تلقائي، وبعده تالت ورابع. ولما كانت بتمد إيدها بغضب عشان تقفل التليفون خالص، أنا أخيراً قلت ردي عليه. الهروب مش بيحل المشاكل، أنتي مستشارة نفسية في الآخر. جاو يانج كانت في الحقيقة متماسكة جدا. بمجرد ما فكرتها عدلت نفسها وهديت وردت. قالوا مين معايا؟ صمت قصير على الناحية التانية، وبعدين صوت بنت صغيرة حذر ومتردد. أهلا، ممكن أكلم هانج؟
معرفش حد بالاسم ده. أظن حضرتك غلطانة في الرقم. مستحيل، الرقم ده الإلهة لسه مديهولي. قالت لي إنه أكيد هيوصلني بهانج، وهنا تعابير وش جاو يانج اتغيرت تماما. وبنظرة سريعة عطت إشارة للفني اللي جنبها وبدأت تمط في الكلام. يا حضرة الإلهة فريا، هل أنت من أتباع إلهة الحب؟ أجل، وأكثر من مجرد تابعة، أنا وصيفتها المقدسة اللي عينتها بنفسها. كاوينج رفعت حاجبها باستغراب. وصيفة مقدسة؟ طيب ليه فريا ممكن تبعتك عشان تدور على هوانج؟ عشان نتلقى مباركتها مع بعض طبعا. فريا قالت لي إن هوانج هو ابنها المقدس وإنه نصيبي. وبطبيعة الحال كلما كنا مع بعض أسرع كلما كان الوضع أفضل. بس المفروض قوة فريا ما توصلش لجوه الحاجز. إزاي قدرتي تعملي ده؟ بالذهب طبعا. أنا طلعت مخصوص بره الحاجز عشان أضحي ب100 رطل من الذهب ليها. حتى قوينج الهادية معرفتش تمسك نفسها وطلعت منها شتيمة صامتة. 100 رطل من الذهب؟ يعني أكتر من 25 مليون بالأسعار الحالية. ومع الرقابة الشديدة على الذهب، تهريب الكمية دي كان إنجاز خرافي. واضح جدا إن الست دي جاية من عيلة غنية جدا وعندها نفوذ مش طبيعي. كاوينج كملت كلامها. أنت مدركة إن مغادرة البلاد بدون إذن وتهريب كل الذهب ده جريمة خطيرة؟ أكيد طبعا، وعشان كده بالظبط أنا محتاجة أوصل لهوانج بسرعة عشان نقدر نهرب مع بعض. قاوينج بصت في التليفون وهي في حيرة تامة. البنت اللي على الخط التاني كانت ساذجة بشكل لا يصدق. بما إنك الوصيفة المقدسة لفريا، أكيد تعرفي عنها حاجات كتير. طبعا، تحب تعرف إيه؟ شكلك بتفكر تنضم لعقيدتنا أنت كمان. قاوينج جارتها في الكلام. بفكر في الموضوع، بس محتاجة أفهم حاجة الأول. إزاي فريا بتمارس سلطتها الإلهية؟ قصدك إيه؟ البنت اللحظة ما كانتش فاهمة. يعني بالتحديد، إزاي بترتب العلاقات بين أتباعها؟ هل عن طريق بيانات ضخمة أو حاجة تانية؟ البنت ردت بصوت مرتبك. مش فاهمة قصدك؟ فكري فيها. فريا هي إلهة الحب، أكيد أتباعها كتير جدا. على الأقل بنتكلم في عشرات الملايين من الأتباع، وده عبء شغل مش طبيعي. فعشان كده عايز أعرف، هل هي عندها قاعدة بيانات ضخمة وبتشغل خوارزمية معينة عشان توفق بينهم؟ البنت كانت هتنفجر من الغضب. إزاي تتجرأ تشكك في فريا وتسخر منها؟ أنا هبلغها بتجديفك ده فورا، وهي هتلعنك وما تلاقيش شريك حياتك طول عمرك. يا إلهي، ده تهديد شرير قوي، أنا مرعوب. وهل ده أفضل اختيار لفريا لوظيفة مقدسة؟ واحدة تافهة بالشكل ده؟ أيوه، أنا أقدس واحدة، لازم أتنفس. كنت خلاص هتخليني أغضب لدرجة إني أنسى مهمتي الأساسية. لو سمحت يا آنسة، أنا هنا بدور على هوانج، ممكن من فضلك تساعديني أتواصل معاه؟ قاوينج كانت على وشك ترفض تاني، بس افتكرت كلام بطلنا. بصت عليه بنظرة كلها تساؤل. هزيت راسي بالرفض. قاوينج في الحقيقة لمسة وتر حساس كنت أنا نفسي فضولي بشأنه. إزاي بالظبط فريا كانت بتمارس سلطتها الإلهية؟ وإيه كانت معاييرها لاختيار شركاء الناس؟ هل كانت بتوازن بين المظهر، الثقافة، القيم، الشخصية، ولا كل دول؟ ولا كان الموضوع مجرد اختيار عشوائي؟ هل كانت بتغير البيانات الأساسية وتتلاعب بعقول الناس عشان تجبر شخصين غرباء على الارتباط؟ وكل ما فكرت في الموضوع، كل ما كنت أميل أكتر للاحتمال التاني. الإلهة دي شكلها مش بالثقة اللي الأساطير بتحكي عنها. ولما شافتني بشاور إني مش عايزة أتكلم، قاوينج ظهر عليها الرضا وقالت: أنا أسفة، هوانج مش هنا، أنتي طلبتي نمرة غلط. بالمنطق العادي كانت المفروض تقفل السكة فوراً. بس الفريق الفني كان لسه ما توصلش المعلومات البنت ومكانها، فكان لازم قاوينج تخليها تتكلم. مستحيل، إزاي ممكن أطلب نمرة غلط وأنا مغمضة عيني؟ أكيد أنتي ست شريرة مش عايزاني أوصل لهوانج. هو في حاجة غلط في تفكيرك يا آنسة؟
إزاي الاتصال وانتي مغمضة عينيكي يكون دقيق؟ انتي مش فاهمة. السبب إني غمضت عيني هو عشان أحس بتوجيه الإلهة، يعني كأن إيدها هي اللي كانت بتطلب الرقم بنفسها. الدكتور دينج شوان اللي كان وصل في الوقت ده ملامحه بقت جدية لما سمع الكلمتين دول. ما كانش متوقع إن قوة فريا تكون فعلا قادرة توصل لجوه الحاجز. كاوين كمان حست بقلق خفيف بدأ يتسلل ليها، وبعدين الصوت في التليفون اتكلم تاني. فلو سمحتي اديني هوانج، أو ما تلوميش غير نفسك على اللي هيحصل. أنا أعرف واحد اسمه هوانج، بس مش هوصلك بيه. ليه لأ؟ لو قلت حاجة ضايقتك أنا ممكن أعتذر. أنا أسفة، من فضلك ممكن تساعديني أوصل لهوانج؟ قوينج بصت لي وبعدين قالت ببرود: لا، لأنه حاليا حبيبي أنا. تفتكري ليه هسيبك تاخديه؟ مستحيل، انت كدابة. أنا شببته، فريا بنفسها هي اللي قررت ده. ما تحاوليش تخوفيني بفريا. سلطة فريا ما بتوصلش لشعب شيع. تمام، يبقى أنت قررتي تكوني عدوتي. مفيش مشكلة، أنا هوصل له، ولما ألاقيه هتندمي على ده. وفي اللحظة دي قاو ينج نفسها كانت ولعت. مش محتاجة تستني لحد وقتها. اديني اسمك حالا، هنحدد وقت ومكان ونصفي الحسابات دي وش الوش لو عندك الجرأة. والظاهر البنت بلعت الطعم وبدأت تقول: اسمي هو ويران. وفجأة الخط اتقطع. بس استنوا، مش هو اللي قفل. يا ترى هترجع تتصل تاني؟ استنى نشوف. رئيس الفريق التقني قال لهم إن الإشارة كانت متشفرة بخوارزمية عمرنا ما شفناها قبل كده. بقدراتنا الحالية مستحيل نقدر نفك الشفرة دي. الواضح إن قوة فريا نفسها ليها دور في تأمين الاتصال، بس السؤال الأهم دلوقتي هي ليه أصلاً تواصلت مع السيد هونج وإزاي عرفت مكانه؟ معقول يكون الموضوع ليه علاقة بقوة خارقة للطبيعة؟ بس هو كان ميال أكتر لشك تاني، إن في خاين وسطهم. نظريته كانت إن واحد من أتباع فريا بلغها سراً بوضع السيد هوانج، وده اللي بدأ القصة دي كلها. مش هم قالوا إن القوة الإلهية ما بتوصلش لجوه شيء؟ طيب إيه حكاية فريا دي بالظبط؟ الحقيقة إحنا كنا متوقعين حاجة زي كده. فريا تعتبر من أكتر الآلهة المحلية اللي ليها شعبية عندنا. التقديرات بتقول إن أتباعها أكتر من 30 مليون شخص. بلدنا طول عمرها بتحترم حرية الدين، فمستحيل نقدر نمنع عبادتها تماماً. عشان كده حركتها دي مش مفاجأة قوي بالنسبة لنا. بالعكس، إحنا كنا حاطين في حسابنا سيناريوهات أسوأ من كده بكتير. تخيلوا لو في يوم من الأيام الحاجز اللي بيفصل شيا عن العالم الخارجي اختفى تماماً. سيبك من الآلهة والشياطين اللي بتبص علينا بطمع. مجرد الكائنات الخارقة لوحدها هتبقى كارثة، وصعب جدا نسيطر عليها. كتير مننا عندهم إحساس قوي إن الحاجز ده هيقع في النهاية، ويمكن ده يحصل أسرع مما نتمنى. لازم نكون مستعدين للأسوأ في أي وقت، ومحتاجين نكون على أتم استعداد. مع حلول المساء تابعت إلهة الحب ما اتصلتش مرة تانية. شكل فريا حست إن في حاجة غلط ومنعت البنت تعمل أي حماقة تانية. معظم الموظفين كانوا روحوا بيوتهم في الوقت ده. كنت قاعد لوحدي ببص على السماء بالليل، وعيني راحت على نجمة باهتة في الجنوب الغربي. بيقولوا إن ده هو عالم فريا الإلهي. وأنا ببص لاحظت إن نظري مش خارق زي ما كنت متوقع. يدوب كنت شايف النجوم، أسوأ بكتير من أي تلسكوب. بس الكائنات الخارقة عندها تحكم مش طبيعي في أجسامها. فكرت يمكن لو ركزت كل انتباهي على جزء معين من جسمي أقدر أوجه إرادتي عشان أعيد بناء كل خلية فيه. هرتبهم من جديد وخلي العضو ده أقوى بكتير. تعديل تركيز شبكية العين المفروض يكون سهل. وفي اللحظة اللي جات لي فيها الفكرة نفذتها على طول. غمضت عيني وركزت بكل قوتي. بأمر مني موجة من الشحنات الكهربائية اندفعت من قلبي لعيني الاتنين. حتى من خلال قشوري السميكة النور الكهربائي اللي جوايا كان باين من بره.
الفني المناوب اتخض جدا وجري بسرعة عشان يبلغ الدكتور دينج. بعدها بشوية وصل دينج وهو بينهج. في الوقت ده أنا كنت خلاص خلصت تعديل عينيا. شرحت له اللي عملته. الدكتور دينج كان مندهش ومبسوط في نفس الوقت. قدرت أشحن جسمي بسرعة بالكهرباء، ودلوقتي بقيت أقدر أعيد بناء وتقوية أنظمة جسمي البيولوجية بإرادتي. لو في يوم قدرت امتص تريليون كيلو وات من الطاقة، يمكن أقدر أطير للسماء وأمزق الآلهة المزعومين دول. حسيت إن الفكرة خيالية شوية، بس دينج شوان كان ليه رأي تاني. قال إن الآلهة دي ما اتولدتش قوية. بموهبتك دي ومعاك موارد دولة كاملة بتدعمك، تفوقك عليهم ممكن ما يكونش مستحيل. الآلهة القديمة دي حكمت العالم ده لوقت طويل قوي. جه الوقت عشان شيا تفرض نظام جديد. تاني يوم برنامج عن قرب مع التنين اتعرض في ميعاده، وكان خلاص بقى البرنامج المفضل للجمهور. ده كان يومي الثامن جوه الحاجز. خلال الفترة دي شخصيتي اتغيرت بالتدريج من الصورة العدوانية، التنين المدمر اللي ظهر في الأول، لشخصية هادية وعقلانية ومطيعة. التفسير الرسمي للجمهور كان إن عدم استقرار التنين الأسود سببه لعنة إلهية. ودلوقتي بعد ما قوانين الحاجز وفرت له حماية، اللعنة ضعفت كفاية عشان التنين يستعيد وعيه وعقلانيته. البيان الرسمي لمح كمان إن التنين الأسود مدفوعاً بفضوله بقى عنده اهتمام حقيقي بحضارة شيا وعلومها وثقافتها، وإنهم بيدرسوا إمكانية ضم التنين لصف شيا. وأول ما الخبر ده اتسرب، الإنترنت انفجر. واحد قال التنين عمره ما هيخدم حد إلا لو الأكل والسكن مضمونين، وده منطقي. بس ناس تانية شافت إن التنين لسه متوحش. لو دخلتوه يبقى كأنكوا دخلتوا قنبلة موقوتة، مش من جنسنا، لا يمكن نثق فيه. فريقين اتكونوا وبدأوا معركة شرسة أونلاين. لحسن الحظ الأصوات الرسمية كانت موجودة في النقاش وقدرت توجه دفة الحوار. مع ذلك السلطات فهمت إن الإعلان الرسمي عن تجنيس التنين لسه سابق لأوانه. عشان يخلوا القصة مقنعة، قرروا يطلقوا سراح التنين الأسود بره الحاجز الأول. تاني يوم بعد الظهر قناة الأخبار أعلنت إن التنين الأسود بسبب الحرمان الطويل من السحر مع أيام من الدراسة المكثفة دخل في غيبوبة. خبراء أكاديمية العلوم بعد فحص وتشخيص دقيق للحالة أجمعوا على توصية واحدة: لازم نرجع التنين ده بره الحاجز في أسرع وقت ممكن. وقبل ما المذيع يخلص كلامه، بتظهر لقطات للتنين الأسود وهو بيتحمل على شاحنة ضخمة بتتحرك ببطء عبر المركز التجاري رقم 2. العملية كلها كانت هادية جدا، مفيش أي احتفالات أو صور تذكارية، بس طاقم التصوير الوطني قدر ياخد لقطات قريبة جدا. وبعدها الشاحنة كملت طريقها ناحية الحاجز، والكل بيراقب التنين وهو على وشك يرجع للعالم الخارجي. المراسلة وونغ شياو يينج حست فجأة بحزن غريب. كان مسؤول عسكري قالها إن لو التنين صحي في الوقت المناسب ممكن يسمحوا لها بمقابلة قصيرة معاه. ورغم إن البث المباشر أظهر قوة التنين، بس الأسباب أمنية الإعلام ما كانش مسموح له يقرب منه أبداً. وانغ شياو بينج كانت شبه متأكدة إن فرصة عمرها دي خلاص ضاعت منها. لكن فجأة لمحت الباحثة يوشيا مين. سألتها: أنت رايحة بره الحاجز؟ فردت يو: أكيد، إزاي هديله الكتب دي غير كده؟ فقالت لها: بس ده مش خطر جدا؟ التنين الأسود جوه الحاجز وبره كائنين مختلفين تماماً. لو هجم عليكي هناك هتكوني لوحدك ومن غير أي حماية. ما تقلقيش يا مراسلة وونج، زي ما انت عارفة في مخاطر لازم حد هو اللي يتحملها. التنين الأسود كائن فخور بشكل لا يصدق، وعشان تكسب صداقته الحقيقية لازم يقبلك وهو في كامل وعيه وقوته. وده معناه إني لازم أكون موجودة أول ما يصحى بره الحاجز، ولازم أتكلم معاه بنفسي. ولو ما عملتش كده
كل تعبنا اللي فات هيروح على الفاضي. في أي حاجة تانية؟ لو لأ، أنا لازم أمشي. حاجة أخيرة يا باحثة، ممكن أجي معاكي؟ يوش يمين عملت نفسها متفاجئة شوية، وبعدها هزت راسها برفض قاطع. مستحيل طبعا، الموضوع أخطر بكتير. بس استنوا يا جماعة، ده بالظبط اللي يوش يمين كانت عايزاه يحصل من الأول. هي كانت بتتحرك في محيط وانغ شياو بينج مخصوص، وخططت لكل ده عشان تخلي المراسلة هي اللي تطلب تروح معاها، وده اللي هيمهد لأحداث القصة الجاية. في حاجات ببساطة ما ينفعش تتقال بشكل مباشر. كان لازم الطلب يجي من وونغ شياو يينج نفسها، ده بيخلي الموضوع طبيعي أكتر وأفضل للبرنامج. وونغ شياو لينج اعترضت وقالت: بس انتي لسه قايلة إنه مش خطر، إزاي فجأة بقى خطر لما أنا اللي طلبت أجي؟ انتي منفعش تروحي، الموضوع مختلف. أنا والتنين بينا على الأقل علاقة، لكن هو ما يعرفكيش تماما. هو هيسمح لي أقرب، لكن ممكن جدا ما يسمح لكيش انتي. ولو حصل أي حاجة أنا مش هقدر أتحمل المسؤولية. وونغ شياو بينج ردت فورا: مش محتاجة تتحملي أي مسؤولية، بس خديني معاكي، وأي حاجة تحصل أنا هتصرف فيها بنفسي. ومع عبور الشاحنة للحاجز، وفي نفس اللحظة تقريبا، التنين الأسود اتحرك. طاقة سحرية رهيبة بدأت تتدفق من كل مكان وغمرت جسم التنين بالكامل. القوة كانت عنيفة لدرجة إنها كونت دوامة واضحة في الهواء حواليه، وشوية وزي ما الكل كان بيتمنى، التنين الأسود فتح عينيه. الجمهور كله حبس أنفاسه من التوتر. بمجرد وجوده في بيئة السحر بره الحاجز، هيبة التنين اتغيرت تماما لدرجة ما حدش قدر يتعرف عليه. اتحرك في دايرة، فرد جسمه، وبعدين فجأة طلع زئير مرعب وأطلق نفس تنين ضخم على الشاحنة اللي جنبه امتد لعشرات الأمتار. الشحنة حتى ما لحقتش تنفجر، حرفياً ساحت في مكانها وتحولت لبركة من المعدن المنصهر. لما شافت إن الجو بقى مشحون ومناسب، شيا قررت إن ده وقتها. قالت للونغ شياو بينج اللي جنبها: ما تتكلميش دلوقتي، خليني أنا اللي أتواصل مع التنين الأسود الأول. والشحنة عدت بيهم الحاجز، وفي نفس اللحظة تقريبا التنين لف راسه بعنف ناحيتهم. طاقة خطيرة كانت بتشع من كل جزء فيه. فقالت يوشا يمين: أيها التنين الأسود، لا تقلق، إنها أنا صديقتك يوشا يمين. فضل التنين يبص لها لثواني، ويوشا يمين كانت مكملة تمثيلها ببراعة، واتقدمت خطوة ناحيته، وهو كمان قرب وشه الضخم منها لحد ما بقى تقريبا في مستوى عينيها. الوضع ده استمر لدقايق قبل ما التنين يرجع لورا ويقول: جيد، لديك الشجاعة، أنت حقا تستحقين أن تكوني صديقتي. أنا ديس لم أفهم أبداً معنى الامتنان، ولكن هذه المرة أعترف بما فعله شعب شيا من أجلي. شكراً لإنقاذ حياتي. يوشي يمين مثلت الدهشة والفرحة وقالت: ديس، إذن اسمك هو ديس. نظر ديس للسماء بزاوية 45 درجة وبصوت عميق: نعم، مع أنه مر وقت طويل جدا منذ أن استخدمته. يوش يمين سألت السؤال المنتظر: لماذا تقول ذلك؟ فرد عليها التنين: لأن العبيد لا يحق لهم امتلاك أسماء. لقد كنت عبدا لإله لمدة 300 عام كاملة. فقالت يو: أنا آسفة يا صديقي، لم أقصد أن أذكرك بذكريات مؤلمة. لكن ما علينا، عندي برود أعصاب كافي. بصراحة أنتم يا عشيرة شيا كنتم رافعين ضغطي في البداية. لكنك أنقذت حياتي، وما حاولت تستعبدني أو تحبسني لمجرد كوني تنين. لقد عاملتموني باحترام وحرية، ولهذا سأتذكر لطفكم دائما. أنا سعيد جدا لسماع ذلك منك. ديوس، هذه المراسلة وانغ شياو بينغ من شيا، إنها تأمل بشدة في إجراء مقابلة قصيرة معك، فهل هذا مقبول؟ انحنيت وفحصت وانغ شياو بينج للحظة، ثم قلت:
حسناً، شيا أم عظيمة قدمت لي خدمة. إنها تستحق احترامي. مرحبا سيد ديوس، أنا المراسلة وانغ شياوبينغ، يشرفني أن ألتقي بك. الجميع لديه فضول كبير حول أصلك. هل يمكنك أن تقدم نفسك؟ ليس هناك الكثير لأقدمه. أنا مجرد تنين أسود من أقصى الشمال. عمري يزيد قليلا عن 300 عام. قضيت 300 منها في الأسر. منذ وقت ليس ببعيد تعرض الإله الذي سجنني لضربة قاصمة، وهكذا تمكنت من التحرر. ثم تجولت بالصدفة في أمتكم. ديوس يجب أن يكون جزءاً من اسمك فقط، أليس كذلك؟ ما هو اسمك التنيني الكامل؟ بين التنانين الاسم الحقيقي هو سجل أنسابنا، وبحلول جيلي قراءة الاسم بالكامل تستغرق 15 دقيقة على الأقل. لا أعتقد أن هذا ضروري. بالطبع كنت أختلق ذلك بالكامل. لم تكن لدي أي فكرة عما كان اسم التنيني الحقيقي. يجب نطق الاسم الحقيقي للتنين بلغة التنانين. لغة سحرية قديمة ومعقدة بشكل غير عادي، لا يمكن للناس العاديين فهمها، ناهيك عن تكرارها. لذا اختلاق واحد لم يكن خياراً. شعرت وانغ شياوبينغ بخيبة أمل صغيرة، لكنها وصلت. سيد ديفيس، قبل أن ألتقي بك شخصياً، كنت أفترض دائماً أنك ستكون خطيراً للغاية وسريع الغضب، لكن الآن تبدو هادئاً وودوداً بشكل ملحوظ. إنه مختلف تماماً عما ظهرت به داخل الحاجز. هل يمكنك أن تشرح ما الذي أدى إلى هذا التغيير؟ أليس لديكم يا أهل شيا تعبير؟ مزاجي. الآن بعد أن أطلقتم سراحي، أنا بطبيعة الحال في مزاج جيد، لكن هل سيستمر ذلك؟ لا أستطيع أن أقول. تراجعت وانغ شياوبينغ غريزيا نصف خطوة. أنت مضحك جدا. لغتك الشيوية بليغة بوضوح. هل هذا بسبب موهبة التنين الطبيعية في اللغة؟ ربما سمعك عن نوع من السحر يعرف بالألسن. مقارنة بالعديد من اللغات السحرية القديمة، لغتكم الشيوية ليست معقدة بشكل خاص، من السهل تعلمها. هل هذا يعني أن سلوكك السابق كان كله تمثيلية، وأنك كنت تراقبنا سراً طوال الوقت؟ صحيح جزئياً. اللعنة التي كانت في داخلي لم تتبدد بالكامل في ذلك الوقت. كانت حالتي العاطفية غير مستقرة حقاً. عدا ذلك، نعم، كنت أمثل لأجعلكم مرتاحين. ثم راقبت وتعلمت. ما رأيك في بلدنا شي؟ رائع، قوي ومخيف. وصولكم سيجلب اضطرابا لهذا العالم على نطاق لا يمكن تصوره. على الرغم من أن القوة الجسدية لمواطني شيا هشة جدا، ومعظمكم يفتقر إلى أي معتقدات راسخة في عالم محاط بالآلهة، وهذا أمر خطير حقا. ككائن خارق قديم، هل لديك أي نصيحة لتقدمها لنا؟ لا تثقوا بالآلهة. من الأفضل عقد صفقة مع الشياطين على أن تضعوا ثقتكم في هؤلاء الذين يسمون بالآلهة. لكنك قلت للتو أننا نفتقر إلى الإيمان. إذا لم يكن بالآلهة، فبماذا يجب أن نؤمن؟ لم أجب على هذا السؤال. نظرت بدلاً من ذلك إلى الشمس التي بدأت تغرب. يجب أن أذهب. كان لدى وانغ شياوبينغ العديد من الأسئلة، لكنها تخلت عن الأمر على مضض. كنت أرفع جناحي بالفعل، أستعد للإقلاع، عندما جاءت يو شياومين راكضة. انتظر ديوس، لقد أحضرت لك هدية. أنت تستمتع بالتعلم، أليس كذلك؟ لذا اخترت بعناية بضع مئات من الكتب، كلها من كلاسيكيات حضارتنا الأرضية. أنا متأكد من وجود أشياء تهمك بينها. أومأت لي شياومين بإيماءة تأثر مناسبة. مدروس، شكرا لك. هناك واحد أريد أن أوصي به بشكل خاص. أنا واثقة من أنك ستحبه. أخرجت كتابا بعنوان رأس المال.
كان من المفترض أن تكون هذه لحظة ذروة صغيرة في بداية قصة التنين المتجنس. أول لقاء للتنين الأسود بفكرة الثورة. شرارة الافتتان الحقيقي، بداية تحول طويل إلى تنين ذي قناعة ثورية لا تتزعزع. ثم في هذه اللحظة التاريخية حدث خطأ ما. تقلصت حدقتا عيني بحدة. لم يكن لدي حتى وقت للصراخ محذرا. ببساطة زفرت. دفعة من الهواء أطاحت بيو شياومين. في نفس اللحظة تقريبا الشمس التي كانت على وشك الغروب اشتعلت بضوء عنيف مفاجئ. لقد ضربت بالضبط المكان الذي كانت يو شياومين تقف فيه للتو. عقاب إلهي.